وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وهنبدأ بقى بحلويات رمضان وجمالها وتكاتها وحركاتها. هنبدأ بالبسبوسة. طبعا شايفين البسبوسة جميلة ومرملة تحفة جدا. لو عجبتكم دوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ويلا بينا نشوف مقادير البسبوسة النهاردة. زي ما انتوا شايفين انا معايا نص كيلو من السميد البسبوسة، مش عليه اي اضافات، انا جايباه من العطار. معايا كوباية سكر وكوباية الا ربع سمنة وكوباية الا ربع لبن. هنبتدي باضافة السوائل. في حلة زي ما انتوا شايفين هضيف اللبن وهضيف عليها السمنة. سمنة بقى على زبدة بلدي، سمنة بلدي اللي انت تحبيه وتفضليه. ومعاهم السكر وهقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا الخليط ده عايزاه دافي، مش عايزاه بارد ولا سخن، فهنرفعه على النار بالشكل ده. هنستمر في التقليب. انا عايزه السكر يدوب بشكل كويس زي ما انتوا شايفين كده. في المرحله دي هضيف حوالي معلقه عسل كلوكوز. على فكرة عسل الكلوكوز ده حلو جدا. انا بجيب البطرمان بحوالي 10 جنيه، مش غالي خالص، بس بيديكي نتيجة حلوة جدا. انا هنا هدوب معلقة العسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى خلاص، انا الخليط دفي معايا. هبتدي بقى اضيف في بولة كده نص كيلو سميد البسبوسة. شايفين انا عايز الحبيبات اللي هي الوسط دي، ولا هي ناعمة ولا هي خشنة. ده الخليط اللي انا دفيته على النار، هنزل بيه بالشكل ده على البسبوسة. البسبوسة مش عايزة تقليب كتير، مجرد بس ان انا هقلب السوائل مع السميد البسبوسة كده يتشرب، حاجة كده بسيطة جدا. ومجرد ما احس ان هو امتزج مع البسبوسة انا هرفع ايدي تماما. انا كده البسبوسة معايا بقت تمام. هجيب بقى صينية مقاس 28 هدهنها سمنة بالشكل ده، مش طحينة يا جماعة، انا باكد مش طحينة. انت كده هتعملي بسبوسة بالطحينة، لا انا هدهن الصينية بتاعتي بالسمنة عادي زي ما انتوا شايفين. وهوزع البسبوسة. طبعا هو ده السمك اللي انا محتاجاه، ولا هي سايلة ولا هي ماسكة. وهخبط الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتتوزع معايا البسبوسة بكل سهولة. انا دلوقتي البسبوسة بتاعتي هسيبها ربع ساعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى نعمل الشربات. انا معايا كوباية سكر وعليهم كوبايتين مية. انا هكتفي بكوباية سكر واحدة للشربات بتاع البسبوسة، لان انا ضايفة في الخليط كوباية كاملة من السكر. هنا بعد الغليان هضيف حوالي نص ليمونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبه 5 دقايق وبعدين هطفي عليه النار. شربات البسبوسة يا جماعة دافي مش سخن. شايفين الجمال؟ انا حطيتها تحت في البوتاجاز تحت. اول ما الحروف احمرت طلعتها تحت الشواية خدت لون. الشربات باكد عليه لتاني مرة، الشربات دافي يا جماعة، والبسبوسة سخنة زي ما انتوا شايفين. طبعا المنظر والريحة والطعم حكاية. انا هغطيها بعد الشربات بالشكل ده لما تبرد خالص، وهبتدي ان انا اقطعها. شايفين بقى متماسكة جميلة مرملة، حاجة كده جميلة جميلة جدا. يا رب تعجبكم ويا رب تجربوها، وكل سنة وانتم طيبين. شايفين الصينية. طبعا يعني مش عايزة اي حاجة بجد. يا رب تعجبكم واستنوني في وصفات جديدة مع حلو وحادق مع شيرين. وما تنسونيش في اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين.